ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده كاميرا مراقبه غيرت مفهوم التصوير الليلي وخلت التقنيه بتاعته مختلفه شويه. فكرتها سهله جدا، بس جوده التصوير الليلي دلوقتي بقت مختلفه وبقت فول كلر. دي فول كلر كاميرا من انتاج شركه دهوه، الالوان بتاعتها كامله حتى لو بتصور بالليل. طب يلا بينا مع بعض بقى نفتح صندوق الكاميرا ونعمل انبوكسنج كده ونشوف الكاميرا جاي معاها ايه، وكمان نجربها على التصوير العادي والتصوير الليلي ونشوف الصوره بتاعتها والجوده، كمان هي بتصور وتسجل صوت. بعد الفاصل. ده البوكس بتاع الكاميرا، هي 4 ميجا بكسل 3.6 mm، وده رقم الموديل بتاعها HFW2439SB. ودي معلومات عن الحجم بتاعها والوزن، هي تقريبا نص كيلو واكيد ميد ان شاينا. سمارت اتش 265 بلس فول كلر نتورك كاميرا. وهنا شويه الاوبشنز بتاعها، ان هي بتشتغل على البي او اي باور اوفر ايثرنت، يعني بتاخد الكهرباء بتاعتها من مدخل اللان، وممكن تنزل لها الموبايل ابلكيشن الخاص بيها عشان تشتغل لوحدها، مش ضروري تكون مربوطه بان في ار. وكلر فول يعني 24 ساعه في اليوم ملونه، مفيش بقى ان هي عشان مفيش اضاءه تبقى ابيض واسود الانفراريد تشتغل والكلام ده، لا مفيش، هي بتبقى ملونه طول الوقت. الصوره بتاعتها هاي ديفينيشن لان فيها سنسور هاي ديفينيشن، وبتستحمل فولت بلس او ماينس 30% من ال 12 فولت، يعني ممكن 12 فولت وشويه اعلى من 12 فولت او اقل من 12 فولت. ده لو انت في حاله انت هتوصلها عن طريق كابل الباور. يعني IP67 ده اللي هو الووتر بروف بتاعها، مدى مقاومتها للميه، ودي لها قصه ثانيه كده مالناش دعوه بيها. يلا بينا نفتح البوكس ونشوف جواه ايه. دي طبعا الكتالوجات، الكيو ار كود بتاع المانيوال، بس مجرد تعمل سكان للكيو ار كود يطلع لك الكتالوج على الانترنت على طول. ده الانستليشن جايد. دي مسامير التركيب، وده الجزء اللي هتحمي فيه توصيل الار جي 45 مع الكاميرا. وهي دي الكاميرا. احنا هنفتحها مع بعض، كمان هنركب الميموري كارد. دي الكاميرا طبعا مفيش فيها الاي ار، وده المايك لانها بتسجل صوت وصوره. طبعا هي ميتال، ده الحمايه من الشمس. وهنا تقدر تتحرك يمين وشمال، تنزلها كده تطلعها كده، تلفها كمان عشان لو عايز تركبها بالوضع ده. وده مدخل الكهرباء لو في حين الشبكه عندك او كابل اللان مفهوش باور، تقدر توصل كابل اللان من هنا من غير باور وتركب الباور بتاعه من هنا اللي هو ال 12 فولت. لو السويتش اللي انت واخد منه فيه باور، ركب كابل النتورك هنا على طول من غير كهرباء، من غير ما توصل كهرباء منه. يلا بينا بقى نركب الميموري كارد. دي ميموري كارد 128، هنجربها مع بعض. هنفك المسمارين اللي في الظهر هنا. هنلاقي فيه مدخل اس دي من هنا اللي هو مدخل الميموري كارد، وهنا في زرار للريست، لو حصل اي مشكله ولا حاجه تقدر تعمل ريست من هنا للسوفت وير اللي جوه الكاميرا. الكاميرا دي جواها سوفت وير مش زي اي كاميرا انالوج عاديه. هركب الميموري كارد هنا، هرجع اقفلها تاني. ميزه انها بتسجل صوت وصوره وفيها ميموري كارد، يعني هي شغاله لوحدها ستاند الون. يلا بينا نشغلها بقى ونشوف صورتها على الكمبيوتر ازاي. نجيب ادابتر 12 فولت ونوصله بالكاميرا، وده كابل النتورك نوصله بالكاميرا. من اب ستور او بلاي ستور هدور على برنامج التشغيل اللي اسمه DMSS. اعمل له انستول، اوبن. نعدي كل الحاجات دي ملهاش دعوه، ونختار الدوله. I have read هعلم عليها. سكيب الفيديو مش عايزينه. اوكي، وهروح على اد من هنا، وبعدين هقول له سكان، وده الافضل. احنا خلينا نعمل سكان للسيريال نمبر. هيقول لك افتح صلاحيات الكاميرا بالنسبه للابلكيشن ده، هنقول له ماشي وايل يوزنج، وهاجي كده على السيريال نمبر بتاعها وهسكان السيريال نمبر او الكيو ار كود. وهنا ارى بقى ان الاد مود اللي هو بي تو بي ده السيريال نمبر بتاع الكاميرا. وهنا هنحط الديفايس نيم، هنقول مثلا جيت كاميرا، واليوزر نيم ادمن، الباسورد ادمن مثلا، اختارها باسورد كده يكون فيه حرف كابيتال وحروف وارقام وعلامات. ويندوز سيف، يبدا يعمل لودنج.
وهيقول كده انه الديفايس اتضاف عنده على البرنامج بنجاح. هندوس دان كده عشان نشوف شكل الصورة. دوسنا دان، شفنا الصورة دي الكاميرا. في مودين هنا للاس دي والاتش دي. ده كده الصورة اتش دي، كده اس دي، وكده اتش دي. كده الكاميرا بقت جاهزة للاستخدام. ازيكم عاملين ايه؟ وده اختبار لجودة الكاميرا. دلوقتي احنا بنسجل عن طريق الموبايل، وكابل الشبكة المتوصل من الكاميرا للراوتر، والموبايل واخد بالواي فاي. ودلوقتي هنطفي النور كله بتاع الأوضة. أول ما بنطفي النور بيبدأ الكشاف بتاع الكاميرا إن هو يشتغل، وكده بقينا بنصور برضو بنفس جودة الألوان. عزيزي المشاهد الجميل، لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، وما تنساش تشترك في القناه لو بتتفرج علينا من اليوتيوب بالضغط على زر سبسكرايب او اشتراك، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده. ويا ريت لو تشرفنا كده في صفحه الفيسبوك وتعمل برضو لايك وفولو متابعه لصفحه الفيسبوك، وما تنساش برضو اللايك والكومنت الجميل بتاعك. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.